في بنت كانت قاعدة على سريرها والموبايل في الشاحن جنبها، كل حاجة عادية لحد ما سمعت صوت طاقة. فجأة النور ورا السرير نور وطفى بسرعة، شمت ريحة سخونة طالعة من الشاحن، حاولت تفصل الشاحن لقت السلك سخن جدا وإيديها كانت هتتحرق. ومن هنا بدأ الخوف، وبدأ الموقف يتحول من لحظة عادية لخطر ممكن يولع في المكان كله. المفروض تتصرف ازاي في اللحظة دي؟ هل هتشيل الشاحن بسرعة ولا تطفي الموبايل ولا تفصل الكهرباء كلها؟ وهنا بقى لازم نعرف تعمل ايه لو حصل ماس في شاحن الموبايل. اول حاجه ما تلمسش الشاحن بايدك مباشره. اكتر غلطه بتحصل وقت الماس ان الشخص بيتوتر ويقوم على طول يمد ايده على الشاحن او الفيشه عشان يفصله بسرعه، وهو مش واخد باله ان ممكن في اللحظه دي يكون الكهرباء لسه ماشيه في السلك، وبمجرد ما يلمسه ممكن يتكهرب او يتحرق. طب تعمل ايه بدل كده؟ اول ما تحس بريحه سخونه او تسمع صوت طقه ابعد عن الشاحن فورا، ما تلمسوش بايدك ابدا، خصوصا لو ايدك مبلوله. بص على الفيشه، لو لقيت شراره او دخان صغير ما تتهورش، لو في مفتاح بيغذي الفيشه افصله الاول، لو مفيش استخدم قطعه قماش ناشفه او اي حاجه عازله زي خشبه او حتى شوز. ما تفتكرش انك كده بتتاخر وهيحصل حريقه، بالعكس انت كده بتمنع الموقف انه يتحول لكارثه، لان مجرد لمس الشاحن في وقت الماس ممكن يخلي الكهرباء تعدي في جسمك، خصوصا لو واقف على ارض رطبه، ودي مصيبه اكبر بكتير. تاني حاجة، افصل الشاحن من الفيشة مش من الموبايل. أول ما الناس بتشوف إن في حاجة غلط في الشاحن بتروح على طول علشان تشيل الموبايل من السلك، بس ده ممكن يكون أخطر تصرف تعمله. ليه؟ لأنك كده بتنقل المشكلة لجهازك، والموبايل نفسه ممكن يسخن بسرعة جدا أو يصدمك بالكهرباء لو الشاحن فيه ماس داخلي، خصوصا لو جسم الموبايل معدني أو فيه تسريب كهرباء. ابعد إيدك عن الموبايل خالص، افصل الفيشه من الحيطه او من مفتاح الكهرباء الاول. بعد ما تتاكد ان الكهرباء اتفصلت شيل الموبايل من السلك، كده بتامن نفسك من اي شراره كهرباء ممكن توصل لجسمك. خلي بالك ناس كتير حصل لهم حروق في صوابعهم او كف ايديهم بسبب انهم شدوا السلك من الموبايل في لحظه سخونه او في لحظه ماس. دايما افصل الخطر من مصدره مش من اخره. تالت حاجة، ابعد أي حاجة قابلة للاشتعال من المكان. أول ما يحصل ماس أو ريحة سخونة تطلع من الشاحن ما تركزش بس في السلك أو الفيشة، بص حواليك كويس في إيه حوالين الشاحن، ملاية، مفروشات، كيس بلاستيك، ورق أو كتب، ستارة قريبة، كل الحاجات دي ممكن تولع في لحظة لو جاتها شرارة أو لمست حتى سلك سخن. ابعد كل الحاجات القابلة للاشتعال فورا. وقف على حاجة عازلة زي شبشب بلاستيك، لو في سجادة تحتك اقف عليها. لو الماس حصل جنب السرير أو الكنبة حاول تفصل الكهرباء الأول، وبعدها ابعد الحاجة القريبة منه بحذر. الشرارة الصغيرة دي ممكن تولع في ملاية سرير أو ركن ستارة، وساعتها الموضوع بيتحول من ماس بسيط لحريقة كاملة. خليك عارف إن الشرارة اللي مش بتشوفها بعينك ممكن تخلي البيت كله عبارة عن قطعة نار لو ملحقتهاش. رابع حاجة، لو حصل شرارة أو دخان اتصرف صح. أول ما تشوف شرارة طالعة من الشاحن أو ريحة بلاستيك بيولع أو دخان خفيف طالع ما تتفزعش، بس كمان ما تتأخرش. ابعد عن الموبايل والشاحن مسافة أمان، سيبه في مكانه، ما تحاولش تشيله أو تطفيه بإيدك لو بدأ يولع. خليه على سطح مش قابل للاشتعال زي سيراميك أو أرضية بلاط. لو الشرارة كبرت أو حتى حصل لهيب صغير استخدم طفاية الحريق لو عندك، أو رش رمل أو تراب. لو مفيش طفاية ما ترشش مية أبدا. للأسف ناس كتير أول ما بتشوف لهب صغير بتمسك كوباية مية وترميها، بس المية على كهرباء يعني كارثة. وافتح الشباك عشان الدخان يطلع منه. لو الحريقة زادت اخرج فورا واطلب النجدة. حاجات ما ينفعش تعملها ابدا وقت الماس الكهربائي، ما تسيبش الشاحن في الفيشه على طول حتى لو مش بيشحن حاجه. الشواحن اللي بتفضل في الفيشه 24 ساعه بتسخن، ومع الوقت ممكن تعمل ماس او تولع حتى وهي من غير موبايل. ما تستهونش بالريحه او الطاقه، الناس ساعات بتسمع طاقه خفيفه او تشم ريحه سخونه وبتعدي، بس دي علامات مبكره ان في مشكله، فتصرف من اول تحذير قبل ما يتحول لكارثه. الماس الكهربائي مش دايما بيحصل فجاه، في علامات صغيره بتسبق الكارثه، طاقه، سخونه، ريحه غريبه، او حتى نور بيطفي ونور بايد، وساعات بيعدي من غير ما ناخد بالنا، بس مره واحده بس هتكفي عشان تولع الدنيا كلها للاسف. علشان كده التصرف الذكي وقتها مش بس بيحميك، ده بيحمي بيتك واهلك وكل اللي حواليك. شاركنا في التعليقات لو حصل معاك موقف زي ده، او تعرف حد حصل له ماس بسبب الشاحن، واحكي لنا التجربه يمكن تنقذ غيرك. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناه فلسوفه، واستناني في حلقه جديده من تعمل ايه، عشان دايما ان شاء الله تكون جاهز لاي احتمال.